السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي يؤكد من مدريد أن الرباط قد تلجأ للقانون الدولي بالأمم المتحدة إذا ما استمرت الجزائر في تعنتها. وفي خبر عاجل، صفعة دبلوماسية جديدة كيتلقاها النظام العسكري الجزائري، وهذه المرة جاءت من هولندا. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. دائما معكم اختكم لبنى من قناتكم المتواضعة لبنى نيوز، واللي كنتمنوا أنكم تدعمونا الدعم ديالكم بواحد الحركة بسيطة اللي هي نضغطوا على زر إعجاب، كذلك نبارطاجيو هذا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء ونكتبوا تعليق. فعلى بركة الله نبداو موضوعنا لليوم. نبداو بهذا الانتصار الدبلوماسي الجديد، صفعة أو ضربة قوية كتوجه اليوم للنظام العسكري الجزائري، بحكم أن الأيام القليلة الماضية شفنا بزاف ديال المواقف من العديد من الدول، بحال دول الخليج، بحال النيجر، بحال بوركينا فاسو، بلجيكا، واليوم ها حنا كنشوفوا هولندا كتركب القطار ديال مغربية الصحراء، قطار الصحراء المغربية. هولندا تعترف بمغربية الصحراء وكتقول بلي لا حل واقعي لهذا الملف خارج السيادة الوطنية المغربية، وهذا الشيء تعلن عليه اليوم في لقاء بين السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي ووزير خارجية هولندا، مباشرة من بعد ما السيد ناصر بوريطة سلم من إسبانيا شد الطائرة لهولندا باش يجيب واحد الموقف جديد اللي هو انتكاسة جديدة وصفحة جديدة للنظام العسكري الجزائري. ففي إطار الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس دعما لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي، أكدت الأراضي المنخفضة أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الأكثر واقعية لوضع حد نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وتم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي تم اعتماده اليوم الجمعة بلاهاي من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية ووزير اللجوء والهجرة بالأراضي المنخفضة ديفيد فانويل في أعقاب لقاء بين الجانبين. وسجل الإعلان المشترك أيضا أن الأراضي المنخفضة ترحب بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار رقم 9727، وتعرب عن دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي الرامية إلى تسهيل وإجراء مفاوضات قائمة على مبادرة الحكم الذاتي المغربية، وذلك بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، كما أوصت بذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ذلك السيد ناصر بوريطة واللي صرح لوكالة الأنباء الإسبانية وقال أن الحكم الذاتي والخرافة ديال الاستفتاء من خلال واحد الاجتماع اللي كان رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، حيث كان واحد اللقاء ما بين السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي والسيد خوسي مانويل ألفاريز وزير الخارجية الإسباني، واللي في هذا اللقاء أكدت إسبانيا مجددا الدعم ديالها لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. فالسيد ناصر بوريطة قال بلي الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية سينفذ بقرار مغربي دون وصاية دولية، يعني غادي تنزل بقرار مغربي، ما غاديش نحتاجوا وصايات دولية باش غادي ننزلوا مقترح الحكم الذاتي، بل غادي يكون بواحد القرار مغربي. وتفاصيل الخبر كتقول لنا: دعا ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 9727 حول ملف الصحراء الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مؤكدا أنه لا مكان لتقرير المصير عبر الاستفتاء، يعني ما كاينه شي حاجة سميتها أو الخرافة ديال الاستفتاء. وقال السيد ناصر بوريطة في حوار مع وكالة إيفي الإسبانية على هامش انعقاد الاجتماع الثالث عشر اللي هو اجتماع رفيع المستوى ما بين المغرب وإسبانيا أمس الخميس بمدريد، عندما سئل عن تضمين القرار الداعم للحكم الذاتي مصطلح تقرير المصير، فلم يقل أحد أبدا أن تقرير المصير مرادف للاستفتاء. وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أنه لا مكان يذكر فيه أن حق تقرير المصير يعني الاستفتاء، يذكر يعني اللي كيتذكر هو
حق تقرير المصير يتيح الأطراف التعبير عن إرادتها. وتابع المصدر الحكومي المغربي: ليست لدينا أي مشكلة مع تقرير المصير، لكننا ضد التفسيرات الضيقة والقديمة لأغراض سياسية. يعني تقرير المصير يتيح الأطراف التعبير على الإرادة ديالهم وليس خرافة الاستفتاء. وحول سؤال يتعلق باحتمال إشراف آلية دولية على تنفيذ الحكم الذاتي بالصحراء، السيد ناصر بوريطة نفى ذلك وقال: أعتقد أنه عندما يتم توقيع الحكم الذاتي سيتم تنفيذه. ولماذا آلية دولية؟ يعني قد يتنفذ بقرار مغربي. وعلى أي حال هذه مسائل تناقش في إطار المفاوضات، لكن المغرب يرى أن المجتمع الدولي منحه ثقته من خلال الالتزام بخطة الحكم الذاتي. وبعدما شدد المتحدث على غياب شعب الصحراء بل السكان ضمن مضمون القرار الأممي، أفاد حيال التفاوض مع جبهة البوليزاريو بأن القرار حدد الأطراف الأربعة، يعني حتى الجزائر هي من أحد الأطراف المسؤولة على هذا النزاع. يعني الجزائر خصها تحضر، الجزائر طرف رئيسي في هذا النزاع. القرار حدد الأطراف الأربعة التي يجب أن تكون موجودة على طاولة المفاوضات. وزاد: سيتعاطى المغرب بوضوح مع الأطراف الثلاثة الأخرى المحددة في القرار، لذلك ليس عليه أن يقرر حضور بوليزاريو من عدمه، إذ سيتماشى ويحترم ما هو منصوص عليه في القرار. أما واحد السؤال اللي تطرح للسيد ناصر بوريطة حول وجود مفاوضات مسبقة، أوضح الوزير أن ذلك غير صحيح، إذ تنتظر الرباط بدء العملية من قبل من سيتولون إدارة المفاوضات، مردفا لا يوجد موعد محدد بعد، فيما ينتظر المغرب دعوة للتفاوض في الوقت المناسب، لكن هذا يجب أن يكون محل تنسيق. ويشير القرار بوضوح إلى الولايات المتحدة الأمريكية كدولة يجب أن تحتضن المفاوضات وبالتالي لها أيضا دور. وأضاف بوريطة أن الرباط ترغب الآن في العمل على خطة الحل تمس جميع المغاربة، وقد ناقشها بالفعل مع الأحزاب السياسية، رغم أنه لم يتم تحديد أي موعد بعد للمفاوضات مع الأطراف الثلاثة الأخرى وهي جبهة البوليزاريو، الجزائر وموريتانيا. جواب حول السؤال ديال المجال الجوي للصحراء المغربية، فقد كشف المسؤول الحكومي السيد ناصر بوريطة ذاته أن مجموعة عمل ستجتمع قريبا لدفع هذه المسألة قدما، مبينا أنه إذا أرادت طائرة الذهاب إلى الصحراء تمر عبر مراكش، ومن الواضح أي برج مراقبة يوجهها، وإذا حدثت مشكلة معها من يديرها، ومن المسؤول عن أمنها إنه المغرب. وزاد: في إطار الاحترام الثنائي يمكننا إيجاد حلول تحافظ على مصالح إسبانيا وتأخذ بعين الاعتبار واقع وحقوق المغرب. وأكد الوزير على مستوى العلاقة الثنائية بين الرباط ومدريد الذي لم يسبق له مثيل في تاريخنا في مجالات مثل مكافحة الإرهاب ومراقبة الهجرة الغير شرعية والتبادلات الاقتصادية أو الاستثمارات، مع أرقام مثيرة للإعجاب. وقال بأن إسبانيا هي شريك الاقتصاد أو الشريك الاقتصادي الأول للمغرب في التعاون في مجال الأمن مثالي والتعاون في مجال الهجرة فعال. وشدد بوريطة على أن العلاقة نموذج بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وهو ما نسبه إلى التزام الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. إذن إخواني أخواتي، هذا كل ما يتعلق بموضوعنا اليوم. تحياتي لكم كبيرة، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.